عن الكلام ده بقالنا سنوات، ان صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات الغربية ما دخلوا بلدا إلا وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. التاريخ بيقول كده، التجارب بتقول كده. فاحنا محتاجين نتعرف، هل الرفض ده رفض مبرر؟ طب ايه البدائل المتاحة وايه اللي ممكن نقترحه في هذا الخصوص؟ الأول كده نعمل جولة سريعة على تونس الخضراء، ودي من البلاد العربية الجميلة والشقيقة واللي لها تاريخ رائع، بلد علماء ومفكرين ومبدعين، بلد كلها حماس وحرارة، بتنتمي إلى مجموعة دول المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، دي مجموعة دول المغرب العربي وتحديدا من أول تونس. تونس بلد من البلاد العربية صغيرة الحجم مش كبيرة الحجم، بمساحة حوالي 163 ألف أو 164 ألف كيلو متر مربع، بعدد سكان حوالي 11-12 مليون نسمة. بلد بتنخفض وتنحدر فيها نسبة الأمية تقريبا صفر، معدلات البطالة بتدور حوالي 12-13%، الناتج المحلي الإجمالي لتونس حوالي 55 مليار دولار. الدين الخارجي لتونس ده برضو رقم مش قليل، حوالي 35 مليار دولار. عجز الميزان التجاري حوالي 8-9 مليار دولار. البلد العملة بتاعتها الدينار التونسي كان لغاية 2011 الدولار بيعادل حوالي 1.4 دينار أو 1.5 دينار. طبعا بعد اللي حصل والثورة وما تلاها وأزمات اقتصادية، ثم تصاعدت الأزمة بسبب إغلاق كورونا، وصل الدولار لفوق 3 دينار. السنة اللي فاتت في شبه استقرار في الدينار، استقر حوالين الدولار بيساوي 3.2